طبعا هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح اعلمكم طريقة الاختصارات. هاي طريقة الاختصارات يعني كتابة مزخرفة. قولوا ماشي كلام. هنا عندنا هذين البرنامجين، شوفوا هذا واحد، هذا سمارت، وهذا الثاني هو الكيبورد المزخرف الاحترافي. لان كلهم موجودات بسوق بلاي، يعني بالمتجر. يعني ندخل هنا على السوق المتجر. هذا المتجر تكتب هنا كيبورد المزخرف الاحترافي. هذا الكيبورد المزخرف الاحترافي. هذا اول واحد هو هذا. نعطيه هنا تثبيت وتنزل لجوا. صور تلقاه هنا كيبورد سمارت سمارت. تكتب هنا كيبورد سمارت. فهمتوني؟ تلقاه هو هنا موجود يعني، بس اكو مشابهات ترى يعني. بس هذا سمارت يعني موجود، تلقاه سوق بلاي. راح ندخل عليهن وراح نعلمكم شلون تفصيل، يعني بالتفصيل، ولو ما دا اطول عليكم اني. ندخل هنا على الضبط. اكو اجهزة تختلف طبعا. مهم تروح على لغة الادخال، اللغة والادخال عفوا. راح تلقى انت باللغة؟ راح تلقى انت عندك بس هذا لوحة المفاتيح والكتابة بالصوت، يعني ذن الاثنيناتين ما موجودات. بس من راح تنزلين لا راح يصير عندك موجودات. وين تجي حبيب قلبي هنا على سمارت. راح تلقى هنا مساعد واللغة واعدادات والتنبؤ بالنص. المهم هسه احنا نعوف الجني. نجي وين؟ نجي هنا كيبورد المزخرف الاحترافي، راح ندخل عليه. لغة الادخال ذني سمارت، ما اعرف شلون. نطلع من عندهن، كلهن. وين نجي لهنا. هذا سمارت، ندخل عليه. ندخل على سمارت. نجي هنا اول واحد راح يطلع لك تفعيل الكيبورد. تختار كيبورد. المهم تجي هنا اختيار الكيبورد، هذا مهم كلش. لا تضغط على كيبورد المزخرف الاحترافي يعني نعوفه. لوحة المفاتيح يعني نعوفه. نجي هنا كيبورد سمارت. فهمتوني؟ يعني هذا كيبورد سمارت. المهم نطلع من عنده. نروح على الضبط، نرجع على الضبط. لغة الادخال. وين لغة الادخال؟ هاي لغة الادخال. نجي هنا كيبورد سمارت. نجي هنا على التبوء بالنص. تنبؤ بالنص. نصعد لفوق. النص التلقائي الخاص. هذا نص التلقائي الخاص. شوفوا ذني حبايب قلبي، ذني كلهن اختصارات، كلهن انا حافظهن وناسخن. والمناسب يعني مو بس اختصارات، يعني مثلا عندك معلومة تحفظها بي، مثل تكتب بالكيبورد تطلع لك عادي. راح نطلع وين نروح على الكوكو. هسه تقولوا لي شو نسوي على الكوكو؟ انا راح اقول لكم شو نسوي على الكوكو. بس يفتح لي رسائل شوية هواي كلش. قلب الكوكو كلش يعلق بالمناسبة. نعطي انتظار. نطلع من عنده. نفتح. نجي هنا. هذا جروبي طبعا. نجي هنا هلو.
هذه الاختصارات شوفوهن شباب بنات. طبعا شكل الكيبورد هذا شباب بنات. حبايب قلبي مو نكتب مثلا كلمة جقمة عجي مو جقمة طلعت لك. شوف هاي هنا طلع لك اختصار منطقي. هاي الطويلة يعني الفارزة هاك شوف طلع يعني كله على هذا الشغل معنا. مهم حبايب قلبي الاختصارات راح تلقوها هنا، راح تقولون وين راح نلقى هالاختصارات وننسخها. المهم السالفة انا نسيت اعلمكم هاي الطريقة. هسه مو طبت هنا لقيت واحد رسل مثلا كلمة هاي هلو، تعطيها هيجي نسخ، تجي هنا تطلع من عند الجروب تدخل وين على الضبط. دخلنا هنا راح نعطي وين اضافة نص. الكلمة التالية يعني مثلا كلمة هلو احنا نكتبها هيجي ستحل محلها يعني كلمة راح تصير محلها. هنا نعطي لصق شوفوا هيجي فهمتوني نعطي موافق ماشي. ولا تنسوا الاشتراك بقناتي حبايب قلبي اخوكم وخادم لكم اني ابو حسون. وطبعا بالمناسبة اللي يريد اختصارات خليه يجيني هنا على هاي صفحتي، على صفحتي هاي على الكوكو طبعا. وهذا المعرف مالتي، هذا المعرف مالتي شباب فهمتوني. وانا راح اكون خادم لكم. واللي يريد يسوي اسم مزارفة مثل ابو حسون الثقيل واتشرف بيكم حبايب قلبي.